السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن مشكلة مهمة. لو هي موجودة فيك وانت بتتعلم برمجة فاعرف ان انت مش هتكمل بالشكل الصحيح، فخليك معايا. النهارده ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن مشكلة بسيطة كده. مش هقول بعض الناس لكن معظم للأسف الناس وبالذات الشباب اللي لسه صاعد في المجال بيعاني من المشكلة دي. طبعا انت للوهلة الأولى هتبص للصورة هتظن ان المشكلة دي هي التشتت اللي تقريبا ناس كتير انها اتكلمت عليها يعني. طيب، لو هنتكلم بشكل أدق التشتت فعلا يعتبر من المشاكل الخطيرة جدا اللي بتقابلك وانت لسه في بداية تعلمك للبرمجة أو لأي مجال بشكل عام، بس هنخص بالذكر البرمجة لأن فيها أكتر من فروع كتير وتخصصات جوه التخصصات. فده بيخلق حالة أو هالة كده من التشتت. بتفضل تتعلم شوية في مجال أو في اتجاه معين وبعد كده بتفضل فترة أو تفقد شغفك فترة وترجع تحاول تكمل في مجال تاني أو في جزء تاني. زي اللي بيروح يتعلم في الويب مثلا ما هواش يعرف يتعلم في الفرونت ولا يروح يتعلم في الباك اند، فبياخد من ده شوية ومن ده شوية وبعد فترة كده ممكن نقول سنة يقول على نفسه أنا فول ستاك. طيب ده كلام خاطئ. كلمة فول ستاك مش بالسهولة المطلقة دي، انت لازم تخوض تجارب ولازم يكون ليك يعني experience عالية في الفرونت وفي الباك علشان تقول على نفسك شخص فول ستاك وتقدر تقود او تبني مشاريع فروم سكراتش من البداية خالص. وطبعا السكيل بتاعها يكون مش هنقول كبير لكن على الاقل يكون مدى متوسط. طيب بالنسبة لمشكلة النهاردة فهي للأسف أنا مش هقولك إنها التشتت لكن هي مشكلة التسرع. مشكلة التسرع من أخطر وأهم المشاكل الغير ملحوظة واللي ناس كتير بتعاند بالذات في المشكلة دي. بمعنى أنت لما بتكون بتعاني مثلا من مشكلة التشتت أنت عارف من قبل ما تيجي تسأل حد إن أنت بتعاني من مشكلة تشتت، بتاخد شوية من ده وشوية من ده فأنت بتدور على حل لمشكلتك. أنا بعاني من التشتت عايز حل للمشكلة دي. لكن لما بتكون شخص نوعا ما متسرع يعني بعض الناس ما بيلاحظش الحاجة دي أو المشكلة دي فيه بشكل عام، بل بالعكس بيتعامل معاها إن هي أنا عايز أنجز بسرعة أو عايز إن أنا أتعلم بسرعة وعندي حماس، أنا عايز أخلص كل حاجة بسرعة علشان أسبق الناس اللي موجودة معايا في المجال أو المجال بيتطور فأنا لازم إن أنا أكون ملاحق على الحاجات دي. للأسف ده كلام خاطئ وانت لازم كل حاجة تاخد وقتها ومسارها بالشكل الصحيح والدقيق. يعني انت لازم يكون ليك وقت تتعلم فيه ووقت ان انت تشتغل فيه ووقت تخصصه للمذاكرة، لكن ما تمشيش حياتك بدون مثلا تنظيم وبسرعة وحاول تحاول ان انت تلم اكبر قدر ممكن من الحاجة اللي قدامك وتقلب على غيرها على طول وكمل. لا، ادي كل حاجة وقتها علشان كل حاجة انت هتحتاجها قدام. بمعنى على سبيل المثال انت دخلت بتتعلم حاليا في مجال الفرونت، انا هتكلم علشان انا راجل فرونت اند فانا بكلمك من وجهة نظري كحد فرونت اند. دلوقتي انت لما تيجي تدخل تتعلم فرونت اند فانت بتتعلم HTML، بتخبط شوية في ال CSS، بعد كده بتخش على الجافا سكريبت. انجز يلا بسرعة يلا يا جدعان خلصونا علشان ندخل مثلا في فريم ورك او library زي مثلا رياكت او انجلر او فيو، لان ده اللي السوق ماشي بيه فاحنا عايزين نلحق نتعلم الحاجات دي مع بوت ستراب ولا حاجة وشوية ستيت مانجمنت على شوية حاجات تانية وكفى الله المؤمنين شر القتال. طبعا بتدخل السوق بتنصدم، بتاخد صدمة عمرك لأنه ببساطة الأمور ما بتمشيش على النسق ده أو على النهج ده. بالعكس انت كل اللي انت اتعلمته زمان قبل كده بتحتاجه بصورة بشعة. بالذات لما بتدخل بقى في مشاريع شركات والسكيل بيبدأ يكبر منك وحاجات فيها انيميشن وحاجات فيها، فلو انت فاقد لحاجات كتير من الأساسيات أو ما اديتش الأساسيات دي وقتها واديت حقها واتسرعت ودخلت على الحاجة اللي بعدها فانت هتفقد جزء كبير جدا من وقتك وهتحاول ان انت تلم المشكلة دي بأكبر قدر ممكن، وللأسف الوقت اللي انت كنت هتضيعه وانت بتتعلم هتضيع ضعفه على الأقل وانت بتحاول تحل المشكلة دي بعد كده. طيب
ده كده سرد مبسط للمشكلة اللي الناس بتعاني منها. الناس عايزة في ظرف شهر شهرين تكون متعلمة وتمام التمام وتكون شغالة وبتقبض والدنيا أحلام وردية. للأسف لا اللي قبلك مشوا بالشكل ده ولا اللي بعدك هيمشوا بالشكل ده، لا في مجالك ولا في أي مجال تاني. طيب امال بعض الناس اللي احنا بنشوفها، هقول لك حاجة، دايما لكل قاعدة شواذ والشاذ لا يقاس عليه. بمعنى على سبيل المثال، اول حاجة انت لازم تتعلمها في المجال ده برضو من ضمن الملاحظات ان انت تطور علاقاتك في المجال ده، تعرف على ناس جديدة، صاحب ناس جديدة، ابعت السي في بتاعك للناس دي وتتعامل معاهم وحاول ان انت تقابلهم وتستفيد من خبراتهم. محدش هيأثر معاك في حاجة، خليك على يقين من ده. تمام. طيب بعد ما اخلص الكلام ده اعمل ايه او احل المشكله دي ازاي؟ بعد ما اكون ظبطت علاقاتي واديت يعني حاجه وقتها، بس انا للاسف يعني قصرت في جزء او تسرعت، هل انا خلاص كده راحت عليا ومفيش حل للمشكله دي؟ لا، هو في حل، الا وهو ان انت تنظم وقتك. طب هو ايه علاقه التسرع بتنظيم الوقت؟ اولا لما تتعود ان انت تنظم وقتك وتكون حد ملتزم بالوقت اللي انت بتحطه بشكل دقيق، الالتزام ده هيعلمك عدم التسرع بدوره بشكل تدريجي بدون اي ملاحظة منك ولا بدون اي عناء منك. الموضوع هيكون صعب في الاول، لو انت حد متسرع للغاية الموضوع فعلا ما بيكونش سهل، بيكون فيه شوية صعوبة محترمين، بس ده طبعا محتاج منك اجتهاد علشان توصل لهدفك. المشكلة دي معظم الجيل اللي طالع أو اللي بيتعلم بيعاني منها، وللأسف بيجنوا ثمارها بعدين لما يروح مثلا شركة أو حاجة ويلاقي نفسه إن هو محتاج كان يتعلم الحاجة الفلانية دي بس بشكل دقيق ويعمل عليها مشروع واتنين وتلاتة، ويكتشف إن هو ما عملش كده وراحت عليه مثلا فرصة معينة، بيبدأ يسرد الندم ويقول يا ريتني أنا كنت اتعلمت الحاجة دي بشكل كويس وعملت عليها أكتر من مشروع. فأتمنى من الله عز وجل إن أنا أكون وفيت وقلت على المشكلة اللي بتقابلنا في الناس اللي احنا بنشوفهم مرارا وتكرارا، ودي مشكلة من أخطر المشاكل. طيب ملحوظة بسيطة برضو، كان في بعض الناس سألتني عن حاجة، ألا هو هل أنا لازم أكون بيرفكت تكنيكال علشان أتقبل في شغل أو كده أو ناس تاخدني؟ لا صدقني لا. اهم حاجه زي ما قلت لك انك ما تكونش انسان متسرع، تكون انسان ملتزم، تكون انسان حابب ان انت تتعلم، والحاجات التكنيكال دي بتيجي بعدين. اهم حاجه البرسوناليتي نفسها، لو الشخص اللي قدامي ده كوميتمنت وشخص يعني بيعرف يلتزم كويس جدا، بيذاكر بيعمل اللي احنا بنديهوله وكل حاجه، لا احنا ممكن ان احنا يعني بعض الشركات بتحاول انها تستقطب الناس اللي بالشكل ده وتساعدهم ان هم يتطوروا بشكل تكنيكال. التكنيكال ده بيجي مع التجربة لو انت شخص ملتزم وماشي في شغلك كويس. كده اتمنى من الله ان اكون اوفيت وقلت على المشكلة اللي بتقابلنا بشكل كبير جدا. لو المشكلة دي فيك حاول ان انت تتخلص منها بان انت تنظم وقتك زي ما قلنا. لو مش فيك حاول ان انت تعمل بقى شير على اوسع نطاق ان شاء الله، ولايك وسيب لي كومنت علشان الناس اللي عندها مشكلة شبيهة للمشكلة دي تشوف الفيديو وتتعرف على حل المشكلة دي. أشوفكم على خير.